أما ذلك الشخص عندما لا تظهر الصورة وقضية الصوت ممكن يعني فبركتها ويعني تزييفها بسهولة، فهذه ستبقى قضية ابن قاطع مفتوحة إلى ظهور الإمام سلام الله عليه، لأنه لا يوجد ضابط لها. مؤسسة يهودية، مؤسسة صهيونية، مؤسسة بريطانية تدير هذه الحركة، لا يوجد شخص، لا يعرف من هو الشخص، ودائما يوجد أزلام، يوجد أغبياء حشاكم، يوجد مطايا، توجد بهائم تحكي وتكتب وتدافع، وشخص لا يعرف من، ويبقى ابن قاطع خالدا إلى يوم الدين، إلى أن يأتي الإمام سلام الله يحصل الظهور المقدس الحقيقي، فأيضا يطرح هذا، يقول هذا الشخص الذي قبل 100 عام، قبل 1000 عام ابن قاطع اللي كان كذا، وهذه كلها يعني دائرة مخابرات، مؤسسة مخابرات تدير هذه القضية. لاحظ يعني كيف هو خطورة هذه القضية أن تكمن، يعني هذه لو بقيت إلى هذا بقيت ممتدة مثل هؤلاء الأغبياء، مثل هؤلاء المطايا، أصحاب ابن قاطع، أصحاب فلاح برهان، أصحاب ذلك الشخص الآخر التي هي أسفه يعني دعوة صاحبهم ميت وهم يدعون للقحطاني، يأتون بممثل أمريكي، ممثل هوليودي، ممثل هندي، صيني، لا أعرف من أين، ويضعون صورة ذلك الشخص وينتظرون رجوع ذلك الشخص. أنت أيها الغبي انتظر رجوع الإمام سلام الله عليه، لماذا تنتظر رجوع هذا الإنسان المنحرف؟ لماذا تنتظر رجوع الإنسان العادي؟ لماذا تنتظر رجوع الوزير؟ انتظر رجوع الأمير، انتظر رجوع الإمام. يعني خرج من قضية إلى قضية أسفه منها، وقضية لا ترتقي إليها أصلا. فنحن نقول مثل هذه القضية لاحظ كيف يؤسس لها، يعني يؤسس لها، يراد لها أن يكون لها البعد عبر الزمن. يعني هذه قضية ابن قاطع لا تنتهي، يعني لمتى نعلم ابن قاطع هو حي أو ميت، موجود أو الآن هو موجود، حي أم غير حي، لا نعلم به. فلا ندري، ربما هي دائرة مخابراتية تدير هذه القضية، يوجد كثير من المطايا والبهائم يحكون بها ويبقون يحكون بها ويبقون يتحدثون ويكتبون عنها إلى بعد 100 عام، بعد 1000 عام، لما يحصل الظهور طبعا يكون في هذه الحالة مع تصديق هؤلاء البهائم ومع تصديق الناس بهم. بعد 1000 عام ماذا يقال؟ أيضا ابن قاطع يقول لكم هذا المسيح الدجال، لما يظهر الإمام سلام الله عليه يقول على الإمام، يقول هذا المسيح الدجال. يصدقون ابن قاطع أم لا يصدقون؟ يصدقون، لأنهم 1000 عام يرتبطون معه، يعني قضية استحكمت في المجتمع. فلذلك نحن هم يعني اهتممنا وركزنا لإبطال هذه القضية، وأرجو أن لا تترك يعني. وكل منكم شاهد الإمام ابن قاطع المعصوم، كل من شاهده برؤيا وهو عبارة عن قرد أو خنزير أو كلب أجلكم الله، وعبارة عن نجاسة متحركة، لينشر هذا الخبر، لينشر صورة هذا الخبر، ليرسم ما شاهده في تلك الرؤيا حتى تصل للآخرين. فإذا كان إماما، إذا كان معصوما، إذا كان صاحب دعوة، ليدحض هذه. يعني عندما اهتم أصحابه لنفي صورة هذا الشخص وهو المرسوم أو غير هذا، لا أعرف بالضبط الخبر، عندما اهتموا لنفي هذه، لينفوا هذه. الآن هو مسخ قردا، هذه أليست هذه بالأولى تنفى؟ المفروض تنفى هذه القضية. فلنركز، يعني نعرف خطورة كل قضية والتعامل معها على هذا الأساس.